بما ان القناة اسمها ماوي فكنت لازم الخص موانا من زمان، ولكن اللي شجعني اكتر ان الجزء التاني نازل خلاص، وبجد بشكركم على 10,000 متابع. وبيبدأ الفيلم بست عجوزة وهي بتحكي للاطفال قصة بطل اسطوري، وبتعرفهم ان العالم زمان كان محيط بس لحد ما ظهرت الجزيرة الام واللي بيكون اسمها تافيتي، وبدأت انها تنشر الحياة في العالم كله لحد لما بيظهر البطل الاسطوري واللي بيكون بيقدر يحول نفسه لاي شكل هو عاوزه، وبيقدر يعمل كده بسبب الخطاف السحري اللي معاه. وبيسرق ماوي قلب تافيتي وبالتالي المكان بيتملي بالظلام، وبياخد ماوي القلب وبيروح يحارب شيطان الجحيم واللي بيكون اسمه تيكاي، ولكن بيتهزم، ومن ساعتها ماوي بيختفي هو والخطاف والقلب. وبنرجع للست العجوزة اللي بتقول لهم ان قوى الشر لسه موجودة وهتفضل لحد ما تخلص علينا كلنا. كل الاطفال بتعيط ما عدا الطفلة دي واللي بتكون اسمها موانا. وبتكمل الست كلامها وبتقول ان في شخص واحد بس هيقدر يرجع قلب تافيتي من تاني، والشخص ده المحيط اللي هيختاره. وبيدخل والد موانا اللي بالمناسبة بيكون قائد القبيلة، وبيقول لهم محدش هيسيب الجزيرة، احنا هنا عايشين كويس وفي امان. وبتسيبهم موانا يتخانقوا مع بعض، وبتروح هي ناحية البحر. ساعتها بتشوف سلحفة صغيرة مش عارفة تنزل البحر بسبب الطيور اللي حواليها، فبتحمي موانا السلحفة لحد لما بتنزلها للمية، وبتفضل تجمع قواقع من البحر اللي بيفتح لها الطريق تقف جواه. وبيفضل المحيط يلعب معاها وبيديلها قلب تافيتي، ولكن والدها بينده عليها، فالمحيط بياخد منها القلب وبيرجعها تاني للشط. وبيزعق لها والدها وبيقول لها اوعي تقربي من المحيط تاني، وبيحاول والدها على قد ما يقدر يحببها في الجزيرة، ولكن ده ما بيحصلش لان موانا كان كل تفكيرها في المحيط. بتعدي السنين وبتكبر موانا، وبياخدها باباها لمكان الزعماء، وبيقول لها كل زعيم ليه حجرة من دول، وفي يوم هتحطي الحجرة بتاعتك وهترفعي من الجزيرة بتاعتنا. وزي ما تقول كده موانا اقتنعت حبتين وبدأت تساعد اهل الجزيرة في كل حاجة. وفي يوم اهل الجزيرة بيشتكوا ان محصول جوز الهند كله بايظ، فبتقول لهم موانا هنقطع الاشجار المريضة وهنزرع شجر من جديد، ولكن بيبقى فيه مشكلة تاني وهي ان السمك قل حوالين الجزيرة وكأنه اختفى. فبتقول لهم موانا طب ما نصطاد بعد الشعب المرجانية، ولكن والدها بيتعصب عليها وبيقول لها كده هنعرض شعبنا للخطر ومحدش في الجزيرة دي هيعدي الشعب المرجانية. بتزعل موانا جدا من اللي حصل، وبتروح لها مامتها وبتعرفها ليه والدها مش عايز حد يعدي الشعب المرجانية، لان زمان ركب هو واعز اصحابه المركب بالليل وبيعدوا الشعب المرجانية، وساعتها العاصفة بتشد والموج بيبقى زي الجبال، وباباكي خسر اعز اصحابه. وبتقول لها مش كل اللي هنعوزه هنعرف نعمله، وبتسيبها وبتمشي. ولكن حب موانا للمحيط كان اكبر من كل الكلام ده، فبتاخد الخنزير والمركب وبتروح للمحيط. وهي بقى في وسط المحيط بتفتكر انها ما بتعرفش تبحر، عشان كده المركب بتقلب بيها ورجليها بتتحشر في الصخور، ولكن في الاخر بتقدر تلحق نفسها. ولما بتطلع من المية بتقابل جدتها، بتحاول تداري اللي حصل ولكن جدتها برضو بتعرف، فبتقول لها موانا والدي كان عنده حق، احنا ما ينفعش نعدي الشعب المرجانية. وبتسأل موانا جدتها عن البحارة بتوع الجزيرة زمان، فبتاخدها جدتها الكهف مهجور وبتقول لها جوه هتلاقي اجابات عن كل اسئلتك. وفعلا موانا بتدخل جوه الكهف وبتنبهر جدا لما بتلاقي مراكب كتير، لحد لما بتشوف المركب ده بتروح له وبتدق الطبول زي ما جدتها قالت لها، وفجأة النار بتنور المكان كله، وبتسمع موانا صوت غريب واللي بيبدأ يغني، وبيعرفها انهم زمان كانوا بحارة ودايما كانوا بيمشوا ورا النجوم. وبتفرح موانا جدا لما بتعرف ان هم كانوا بحارة. بتطلع لجدتها وبتقول لها ايه اللي حصل بعد كده، فبتقول لها ماوي بعد ما سرق قلب تافيتي تيكاي والوحوش ملوا المحيط، ومن ساعتها منعوا الابحار علشان يحموا شعبهم، وفضل الشر والظلام يدمر كل الجزر لحد ما هيجي الشخص اللي هينقذنا من كل ده. بتديلها قلب تافيتي وبتقول لها المحيط اختارك يا موانا، وفعلا المحيط بيختارها. وبتقول لها اجدادنا قالوا ان ماوي ساكن ناحية النجوم دي. ساعتها اهل الجزيرة بيشتكوا ان المحاصيل بتبوظ وان مفيش سمك حوالين الجزيرة، فبتروح لهم موانا جري وبتقول لهم احنا ممكن ننقذ الجزيرة، انا شفت المراكب اللي في الكهف، احنا هناخدهم ونلاقي ماوي ونخليه يرجع القلب. بيتضايق والدها جدا وبياخد النار وبيقول لها كنت لازم احرق المراكب دي من زمان، وبياخد القلب وبيقول لها ده مجرد حجر وبيرميه. موانا بتجري ورا القلب. ساعتها بيجي واحد من اهل الجزيرة وبيقول له الحق والدتك. بيروحوا لها جري وبيلاقوها بتودع. بتمسك موانا وبتقول لها روح الماوي وخليه يرجع القلب، وبتحط لها القلب في القلادة بتاعتها. بتودعها وموانا بتروح تلم شوية اكل. امها بتشوفها ولكن بتساعدها. بتودعها وموانا بتروح تاخد مركب من المراكب اللي في الكهف وبتنزل بيه للبحر، وروح جدتها بتبقى معاها. بيجي الصبح وبتكتشف موانا انها خدت الديك ده معاها، والديك بيفضل يصرخ اول لما بيشوف المحيط. بينط في المية ولكن موانا بتجيبه وبتحبسه في المكان ده، ولان موانا
موانا اساسا ما بتعرفش تبحر، فالموضوع بيبقى صعب عليها حبتين. بتنام ولكن المحيط بيصحيها لانها بتكون ماشيه غلط. بتيجي تعدل نفسها ولكن المركب بيتقلب بيها وبتيجي عاصفه كبيره وبتغرقها. بتصحى موانا على جزيره مهجوره وبتروح للمحيط وبتقول له هي دي المساعده انك تغرقني وتجيبني الجزيره دي وكمان تكسر المركب بتاعي. ما بيردش عليها، ولكن موانا بتشوف رسومات الخطاف بتاع ماوي، بتسمع صوته فبتستخبى بسرعه، ولكن بيلاقيها وبيفتكرها معجبه من معجبينه وبيمضي لها على المجداف اللي معاها، ولكن بتمسكه من ودانه وبتقول له هتيجي معايا عشان نرجع قلب تافيتي، مفهوم؟ ولكن بيفضل يغني وبيحكي لها كل انجازاته وكل الحاجات اللي عملها، وبيفضل يلهي فيها لحد لما بيحبسها في الكهف ده وبياخد الديك معاه علشان ياكله في الطريق. وبتعرف موانا تخرج من الكهف وبتلحق ماوي قبل ما ياخد المركب ويمشي. بيرميها في البحر ولكن المحيط بيرجعها تاني. وبتلاحظ موانا انه خايف من القلب، فبيقول لها ده مش قلب، ده لعنه بتموت كل اللي يقرب منها. وبيظهر مره واحده قراصنه ولكن بيبقوا عباره عن جوز هند. وبيكتشف ماوي ان موانا ما بتعرفش تبحر، فبياخدها جري بالمركب، ولكن القراصنه بيقدروا يمسكوا المركب وبينزلوا عليه وبيحاولوا ياخدوا قلب تافيتي، ولكن الديك بياكل القلب، فالقراصنه بياخدوا الديك وبيرجعوا تاني لمركبهم. فبتروح موانا تحارب القراصنه لوحدها وبتاخد الديك وبترجع تاني للمركب وبيقدروا يهربوا على اخر لحظه. وبتفرح موانا جدا بسبب اللي عملته، وبيقول لها ماوي بصراحه ابهرتيني، ولكن برضه مش هرجع البتاع ده لان الطريق لهناك مليان مشاكل، واول مشكله هي تيكاي واللي هو شيطان الجحيم. وبتلاحظ موانا ان في وشم عند ماوي والناس بتحييه، فبتقول له ايه رايك ترجع بطل تاني؟ فبيقول لها انا اساسا بطل. فبتقول له كنت، ولكن دلوقتي انت مجرد الحرامي اللي سرق قلب تافيتي، ولكن اول لما ترجع القلب هتبقى بطل وهترجع اسطوره من تاني. فبيقول لها مش هعرف اهزم تيكاي من غير خطافي. فبتقول له خلاص نرجع خطافك وبعد كده ننقذ العالم. بيتفقوا، وبتنبهر موانا من مهاره ماوي في الابحار، فبتطلب منه يعلمها ولكن بيرفض. فالمحيط بيخدره، فبيضطر ماوي يعلمها كل حاجه عن الابحار لحد لما بيوصلوا للجزيره، ولكن بتنصدم موانا لان الجزيره دي هي جزيرتها، وبتشوف اهلها وهم بيختفوا وسط الظلام. بتصحى وبيقول لها ماوي وصلنا، فبتقول له هو ده المكان؟ فبيقول لها لا، ده مجرد المدخل بتاع عالم الوحوش. فبتنصدم موانا من اللي بتسمعه وبتقول له احنا هندخل عالم الوحوش؟ فبيقول لها هدخل عالم الوحوش، انت هتفضلي هنا مع الديك، ولكن ما بتسمعش كلامه وبتطلع معاه. وبتنصدم موانا لما بتلاقيش حاجه، فبينفخ ماوي في الجبل علشان يشيل التراب اللي عليه، وساعتها بيبان المدخل وبيبدأ ماوي يعمل طقوس معينه لحد لما المدخل بيفتح، بينط جواه وموانا بتنط وراه، وبيفضلوا في البوابه السحريه لحد لما بيدخلوا عالم الوحوش. وبتفضل موانا تجري من الحاجات المخيفه اللي بتشوفها لحد لما بتدخل جوه كهف وبتشوف خطاف ماوي. ساعتها ماوي بيظهر وبيلبسها حاجات بتلمع علشان تنهي كائن معين. فبتقول له ايه الهبل ده؟ طب ما روح هناك واخده. فبيقول لها لو روحتي هيخلص عليكي، لما يظهر حاولي تشغليه او تخليه يتكلم عن نفسه. ومره واحده بيظهر كائن مخيف واللي بيبقى مستر سلطع بس على اكبر حبتين، وبيحاول ياخد القلاده من موانا، ولكن بتقول له دي بتاعت جدتي. فبيقول لها انا اكلت جدتي في اسبوع. فبتقول له موانا احكي لي عن نفسك شويه علشان ماوي يعرف ياخد الخطاف. وبيفضل سلطع يحكي عن نفسه ولكن على شكل اغنيه، وبيكون خلاص هياكل موانا، ولكن ماوي بيكون خد الخطاف بتاعه ولكن ما بيعرفش يتحكم فيه. فبيفضل سلطع يضربه وبياخد منه الخطاف وبيرجعه مكانه، وبيكون خلاص هيخلص عليه، ولكن موانا بتطلع قلب تافيتي وبترميه بعيد علشان تلهي سلطع، وبتاخد الخطاف وبتهرب هي وماوي. فبيقول لها ماوي طب والقلب؟ فبتقول له اللي معاه دي قوقعه، القلب اهو. وفعلا بيقدروا يرجعوا تاني للمركب، ولكن بتنصدم لما بتشوف ماوي بالشكل ده، وبيشكرها ماوي علشان انقذت حياته، وبيقول لها انا ما قدرتش اهزم الكابوريا دي، يبقى ازاي ههزم تيكاي؟ ولكن موانا بتشجعه وبيفضل يتدرب لحد لما بيزهق. فبتساله موانا هو الوشم ده ظهر ازاي؟ فبيقول لها الوشم بيظهر لما انا بستحقه، وده ظهر لما انا اكتشفت ملكيش. فبتقول له يعني ايه ملكيش؟ فبيقول لها ملكيش دعوه. بتفضل تزن عليه لحد لما بيتعصب عليها، فبتقول له انت فعلا كان عندك حق، انا فاشله ومعرفش المحيط اختارني ليه. فبيقول لها انا ما كنتش اسطوره طول حياتي، وانا صغير اهلي ما كانوش عاوزيني معاهم، رموني في المحيط وكاني ولا حاجه، ولكن ساعتها المحيط طلعني واداني الخطاف، ومن ساعتها وانا بقيت ماوي ورجعت للناس من تاني، وبقى في جزر ونار وجوز هند وكل اللي كانوا محتاجينه، حتى قلب تافيتي خدته علشانهم، وكل ده علشان يحبوني بس. ولكن ما ظنش ان كل ده كان كفايه، فبتروح لموانا علشان تشجعه، وفعلا ماوي بيرجع يتدرب تاني
لحد لما بيقدر يتحول لاي حيوان هو عاوزه. وبيرجع مواوي تاني لقوته وبيبداوا طريقهم لجزيره تافيتي. وبتتعلم موانا الابحار وبيقول لها مواوي دلوقتي انا فهمت ليه المحيط اختارك، لانه ما كانش هيلاقي حد احسن منك. وفعلا بيوصلوا لجزيره تافيتي، ولكن عشان يروحوا لها لازم يهزموا تي كاي الاول. بياخد مواوي منها لقلب وبيتحول لنسر وبيهجم على تي كاي، ولكن بيضربه وبيوقعه في المحيط. فبيتحول مواوي لسمكه وبيرجع تاني لموانا وبيقول لها احنا لازم نرجع بسرعه. ولكن موانا بتبقى عاوزه تعدي من الناحيه التانيه، ولكن تي كاي بيضربهم وبيكسر خطاف ماوي. وبيقول لها ماوي قلت لك ارجعي بالمركب. فبتقول له كنت فاكره اننا هننجح. وبتقول له ما تخافش هنقدر نصلح الخطاف تاني. فبيقول لها الخطاف اتعمل من سنين طويله ومش هينفع نصلحه. فبتقول له تي كاي بيخاف من البحر، هنرجع تاني وهنلاقي حل. فبيقول لها انا مش هرجع تاني، الخطاف مشروخ ولو خد ضربه كمان هتبقى النهايه، وانا من غير خطافي ولا حاجه. بيديلها القلب وبيسيبها وبيمشي. وبتقول موانا للمحيط انا مش الشخص المناسب، وبتترجاه يختار حد تاني وبترجع له القلب. وبتفضل موانا تعيط لحد لما بتيجي روح جدتها، واول لما بتشوفها بتحضنها وبتقول لها انا فعلا حاولت ولكن فشلت وما قدرتش ارجع القلب. فبتقول لها دي مش غلطتك انت ابدا. وبيفضلوا يغنوا وارواح اجدادها بيملوا المكان. وبتنط موانا في المحيط لحد لما بتجيب القلب وبتطلع تاني وبتصلح المركب وبترجع تاني لتي كاي. ولانها في الميه ما بيقدرش يعمل لها حاجه، بتعمل نفسها رايحه للنفق ده ولكن بتلف وبتروح من النفق التاني وفعلا بتعدي، ولكن تي كاي ما بيسيبهاش وبيقلب لها المركب وبيكون هيخلص عليها، ولكن بيجي مواوي وبيقطع له ايده. وبتقول له موانا طب والخطاف هي ضربه واحده وهينتهي كل حاجه. فبيقول لها لما تي كاي يمسكني الاول. بيعدل لها المركب وبيروح قدام تي كاي وبتحول لحوت وبيغرقوا بالميه. ساعتها بتوصل موانا للجزيره وتي كاي بيكون هيحدفها بالنار، ولكن ماوي بيضحي بنفسه وبيهجم عليه والخطاف بتاع ماوي بيتكسر. وبتنصدم موانا لما بتلاقيش الجزيره مكانها. بتراكش شويه وبتلاقي مكان القلب في تي كاي. بتنزل وبتطلب من المحيط يفتح لها الطريق، وفعلا بيفتح لها الطريق وبيفضلوا هما الاتنين يقربوا من بعض لحد لما تي كاي بيهدى وموانا بتحط القلب مكانه وبترجع تافيتي تاني لشكلها وبتبدأ ترجع للجزيرة شكلها من تاني. وبتتأسف موانا لماوي علشان خطافه اتكسر، فبيقول لها بخطاف او من غير فانا ماوي. وبترفعهم تفيتي لفوق وبيعتذر لها ماوي علشان اللي عمله معاها، فبتديله خطاف تاني بدل اللي اتكسر. وساعتها بيكون في منتهى الفرحة وبتشكر موانا على كل اللي عملته وبتديلها مركب هدية. وبترجع تفيتي تاني لشكلها وبتقول موانا لماوي هترجع معايا علشان احنا عاوزين بحارة شاطر. فبيقول لها طب ما انت موجودة، وبيوريها الوشم اللي طلع جديد. بتحضنه موانا وبتودعه وبترجع لأهلها من تاني وبيفرح بيها كل سكان الجزيرة اللي بيرجعوا تاني للسفن والمحيط بسبب موانا. وللأسف لحد هنا بيخلص الفيلم. قبل ما نبدأ الفيلم أحب أعرفك إن ده ملخص الجزء التاني لموانا، فما تنساش تكتب لي في كومنت أنت قد إيه كنت مستني الجزء التاني. وبيبدأ الفيلم وبنشوف موانا وهي بتجري في جزيرة، وده طبعا بعد ما كبرت والخنزير بتاعها كبر هو كمان. بتطلع فوق الجبل وبتنفخ في القوقعة بتاعتها وكأنها بتنادي على حد. بتقول للخنزير سامع حاجة؟ أكيد في ناس هنا غيرنا، وفي يوم من الأيام حد هيلاقيهم. الديك بيوقعهم من فوق الجبل، بيقعوا تحت ولكن ما بيحصل لهمش حاجة. فبتروح للديك وبتلاقي على دماغه فخارة مرسوم عليها الرسمة دي. بتفرح جدا وبتتنطط في كل مكان لان ده معناه ان في حد عايش على الجزيرة. بتاخد المركب وبتكون راجعة للجزيرة بتاعتها، وبنعرف ان موانا بقت تبحر كويس جدا، وكمان بقى اي حد ينفع يعدي الشعب المرجانية. ساعتها بنشوف عيلة موانا واهل الجزيرة اللي رجعوا يحبوا المحيط من تاني، مش مجرد ان هم ياكلوا جوز هند وخلاص. وبيكون كل اهل الجزيرة بيحبوا موانا لانها انقذت الجزيرة في الجزء اللي فات هي وماوي، ورجعوا قلب تفيتي مكانه. بتوصل موانا للجزيرة والكل بيجري عليها علشان يقابلها، وبتكون كل الاطفال بتحبها جدا. المهم بتروح لباباها وبتوريله الفخارة اللي لقيتها، وبتقوله ان الفخارة دي مش من الجزيرة بتاعتنا، وده دليل على ان في ناس تانيين غيرنا. اي نعم انا معرفش هما فين، بس تقريبا انا لازم امشي ورا النجوم دي علشان الاقيهم. بس في مشكلة، انا معرفش مكان النجوم دي فين. بتقطع كلامهم الطفلة دي وبنعرف ان دي اخت موانا، وبتكون زعلانة منها جدا لانها اتأخرت في الرحلة اللي هي راحتها. وزي ما انتم شايفين اختها عسلية جدا. بتقول لموانا فين الهدية بتاعتي؟ بتوريها الفخارة، فبتقول لها ايه القرف ده؟ فبتاخدها للكهف ده وبتوريها المركب، وبتقول لها في المكان ده انا عرفت ان اجدادنا كانوا بحارة. بيفضلوا يهزروا مع بعض. ساعتها ماوي بيكون محبوس في مكان غريب وبيكلم شخص وبيقول له افتح لي بوابة الارض. فبيقول له انا مش هكسر القواعد علشانك، المرة اللي فاتت عملت مشاكل للقائد بتاعنا وتعاونت مع واحدة بشرية. فبيقول له انا ما تعاونتش معاها، انا مجرد استغلتها علشان ارجع خطافي. فبيقول له الاله بتاعنا لو عرف
شايف انك اتكلمت مع حد من الارض هيخلص عليك وعليها. واول لما الشخص بيظهر ماوي بيهجم عليه. بنرجع تاني للجزيره واهل الجزيره بيحتفلوا، موانا بترقص واختها بتقلدها، والخنزير اخيرا بيلاقي صاحب ليه. وزي ما احنا شايفين بيكون في منتهى الفرحه، بيقعدوا كلهم وبيعملوا طقوس معينه، البرق بيضرب المكان اللي قاعدين فيه، وموانا بتلاقي نفسها على مركب في وسط المحيط وبيكون معاها واحد من اجدادها. بتقع موانا في المحيط وبتشوف حوت شكله غريب، ومره واحده بتلاقي نفسها في الجزيره بتاعتها ولكن ما بيكونش فيها حد. واحد من اجدادها بيقول لها ده مصيرك انت وشعبك لو ما عملتيش اللي هقولك عليه. فبتقول له انا مش فاهمه حاجه. فبيقول لها انت لما رجعتي قلب تافيتي دي كانت البدايه، انت لازم ترجعي باقي شعبنا، لازم ترجعي موتوفيتو. فبتقول له انا ما اعرفش اوصل لها ازاي. فبيقول لها النجوم هتوصلك ليها. فبتقول له هي بعيده. فبيقول لها ابعد مما انت تتخيلي وابعد من اي مكان رحتيه قبل كده. بيضربها البرق تاني وبيرجعها للجزيره بتاعتها. بتفوق وبتحكي لهم اللي حصل. بتروح لواحد من اهل الجزيره وبيقول لها جزيره موتوفيتو قديمه جدا، هي الرابط الوحيد اللي كان بيجمع كل اهل المحيط، ولكن كل ده راح اول لما اتلعنت. زمان كان في اله مهووس بالسلطه، كان فاكر انه هيبقى اقوى لو خلص على اهل الجزيره، وبيعرفها ان الجزيره دي هي الامل الوحيد علشان شعبنا يرجع يتجمع زي زمان. بيسمعوا صوت بره، بيطلعوا بيشوفوا نجم ماشي في السماء. فبتفتكر لما اجدادها قالوا لها النجوم هي اللي هتوصلك للجزيره، فبتقرر موانا تمشي ورا النجم. اختها بتسمعها وبتزعل اول لما بتعرف ان موانا هتمشي تاني، وموانا ما بتكونش عارفه تعمل ايه في المسؤوليه اللي بقت عليها، مستقبل شعبها كله معتمد عليها. فبتروح للكهف وبتاخد المركب وبتروح للمحيط وبتفضل ماشيه ورا روح اجدادها، ولكن بترجع تاني للجزيره وبتكون خايفه تسيب اهلها. بتروح لها جدتها وبتقول لها انت متردده ليه؟ فبتقول لها الموضوع مش زي المره اللي فاتت. فبتقول لها اجدادنا اختاروكي علشان انت الوحيده اللي هتقدري تنقذي الجزيره. وفعلا موانا بتجمع اهل الجزيره وبتقول لهم انا هروح للمحيط وهنقذ الجزيره علشان نرجع باقي شعبنا. الكل بيحييها، وامها بتقول لها انت محتاجه حد يساعدك في الرحله دي. فبتقول لها الطريق هيبقى خطر جدا. فبتقول لها انت متخيله يعني ان حد هيرضى يجي معايا الجنب التاني من المحيط؟ وفعلا موانا بتروح لاول واحده واللي بتكون بتصنع مراكب، وكمان بتوافق على طول. والتاني بيبقى زي دكتور كده، واخر واحد بيعشق حاجه اسمها ماوي وبيفضل يرسم رسومات وهما بيعملوا مغامرات سوا. واول ما موانا بتعرض عليه يجي معاها بيوافق على طول، وبتكون اختها مستخبيه في الصندوق ده علشان تروح معاها. فبتاخدها موانا للمحيط وبتخليه يفتح الطريق. بيفضلوا يلعبوا واختها بتديلها النجمه دي علشان تفتكرها على طول. واهل القريه بيبداوا يودعوها، بتحضن اهلها وبتطلع على المركب هي والطاقم بتاعها. ساعتها ماوي بيكون متكتف ومتعلق في الخطاف بتاعه، بيحاول يقنع السمك ان هما يقطعوا الحبل ولكن بيسيبوه وبيفضلوا ياكلوا. ساعتها بتظهر واحده وبنعرف ان ده الشخص المجهول اللي كان بيتكلم مع ماوي، وبتقول له انا نفسي اشوف البشريه اللي انت هتموت وتنزل الارض علشانها. ساعتها بنشوف موانا وهي ماشيه ورا الضوء اللي في السماء، ولكن الفريق اللي معاها بيكون عمال يبوظ الدنيا. فبتفضل تغني وبتعرفهم هم هيعملوا ايه. ده حتى الدكتور ما بيكونش عايز يطلع على المركب لانه بيكون بيخاف من الميه، فالكل بيفضل يشجع فيه وبيعملوا له كل حاجه لحد ما في الاخر بيطلع. ولكن الضوء اللي في السماء بينفجر والمركب بيفضل يلف في الميه. بيبصوا بعيد فبيلمحوا خيال الجزيره، ولكن ما بتطلعش الجزيره، بتطلع قراصنه جوز الهند. بيحاولوا يهربوا باي طريقه ولكن ما بيعرفوش، وبيكونوا خلاص هيهجموا عليهم. ولكن الغريبه انهم بيسيبوهم وبيمشوا لانهم بيكونوا بيهربوا من الكائن ده، واللي بيبقى عباره عن حوت كبير على شكل جبل بيكون هيسحبهم ناحيته. ولكن موانا بتقعد الطاقم بتاعها في المكان ده وبتربط حبل في سفينه جوز الهند وبتكون هتهرب، ولكن واحد منهم بيجي من وراها وبيخدرهم كلهم وبيطلعوهم على السفينه. وجوز الهند بيقول لهم احنا عاوزين نوصل لجزيره موتوفيتو علشان الجزيره دي هي البيت بتاعنا. فبتفهم ساعتها موانا ان هما مش اشرار، هما مجرد عايزين يرجعوا للبيت. وبعد ما بيتفقوا القائد بتاعهم بيخلي السمكه دي تعدي عليهم والتخدير بيروح من جسمهم، بيرجعوهم للمركب تاني. وبتروح موانا جوه الحوت ولكن بيخبطوا في الصخور وبيكونوا هيقعوا في بق الحوت، ولكن بيجي واحد من جوز الهند وبيفتح البوابه. الكل بيقع والطاقم بتاع موانا بيفوق وبيلاقوا نفسهم في مكان غريب، ومره واحده بيهجم عليهم كائن مرعب، ولكن جوز الهند بيجي وبينقذهم. ومره واحده بيلاقوا ماوي في وشهم. الواد ده بينبهر جدا لانه بيعشق حاجه اسمها ماوي، بيفضل يجري وراه لحد لما ماوي بيقدر يجيب الخطاف بتاعه. بيفضل يتحول قدامهم والواد ده بيغمى عليه. واول لما ماوي بيشوف الديك فبيفتكر ان ده الديك بتاع موانا، فبيقول لهم فين موانا. ساعتها بتفوق موانا وبتلاقي الخفاش ده في ايديها، بتضربه ومره واحده بتظهر الساحره دي، ودي اللي كانت حابسه ماوي. وبتقول لموانا انا عارفه انك رايحه تنقذي الجزيره من اللعنه. فبتقول لها موانا طب انا اثق فيكي ليه؟ فبتقول لها علشان الاله اللي لعن الجزيره هو اللي
حبسني هنا، ولو هزمتيه فانا هتحرر. المهم في طريق مختصر للجزيرة، وفعلا بتاخدها في طريق مختصر وبتفضل تغني في الطريق علشان تطمن موانا وتخليها تثق فيها اكتر. وبعد طريق طويل بيوصلوا للمكان ده، وبيكون فاضل طريق بسيط ويوصلوا للجزيرة. ولكن بيجي ماوي وبيقول لموانا ما تخافيش، ولكن موانا بتفتح البوابة اللي تحتيها، والطاقم هو وماوي بينزلوا جوه البوابة. والساحرة بتقول لموانا اكيد هنتقابل تاني، فبتقول لها موانا تعالي معانا، فبتقول لها انا محبوسة في المكان ده لحد لما اللعنة تتفك. فبتسيبها موانا وبتروح للبوابة، بتنزل على المركب وبيكونوا دخلوا بوابة الآلهة. الكل بيفرح، وموانا اول لما بتشوف ماوي بتجري وبتحضنه وبتسلم على الوشم بتاعه وبتعرفه على الطاقم، وكمان بتعرفه على جوز الهند اللي انقذهم. موانا بتفضل تتكلم كتير، فماوي بيسكتها وبيقول لها كلكم هتموتوا. فبتقول له انت بتقول ايه؟ فبيقول لها الاله اللي لعن الجزيرة خباها جوه عاصفة مرعبة جوه محيط ملعون، وبعد ده كله غرقها جوه البحر، وده معناه ان مفيش بشري هيعرف يوصل لها، وبالتالي انت والطاقم بتاعك هتموتوا. ده حتى الفرخة هتموت. الفرخة بتفضل تصرخ، والطريق بياخدهم للمحيط. وموانا بتقول لهم طب الحمد لله ان احنا رجعنا للمحيط تاني. فبيقول لها ماوي المحيط ده غير المحيط بتاعنا. فبتشوف موانا النجوم اللي شافتها على الفخارة، فبتقول لهم لو الاله ده كسب قوته من ان شعبنا يتفرق، يبقى عشان نكسر اللعنة لازم نجمعه من تاني. بتفضل تشجع فيهم وبتقول لهم المحيط هيساعدنا. بتتكلم مع المحيط ولكن ما بيردش عليها. فبيقول لها ماوي قلتلك ان المحيط ده غير المحيط بتاعنا. ومرة واحدة بيهجم عليهم كائن مرعب. جوز الهندي بيخدره ولكن ما بيحوقش معاه. باقي الوحوش بتهجم عليهم، فبيروح ماوي عشان يخلص عليهم، ولكن برضو الوحوش ما بتسيبهمش في حالهم. ولكن في الاخر ماوي بيخلص عليهم كلهم وبينقذ الواد اللي بيحبه. بيجي الصبح وبيرتاحوا على الجزيرة دي، والكل بيبقى مرعوب من العالم اللي هم فيه. وبتلاقي موانا في الجزيرة اللي هم فيها مراكب لأجدادهم متكسرة ومتقطعة. بيروح لها ماوي وبيقول لها انا عارف انه مش وقت مناسب، بس انا قلتلك ان ده هيحصل. موانا بتزعل فبتسيبه وبتمشي. بيروح لها فموانا بتقول له انا كل لما بحاول اعمل حاجة صح بلاقي ان الدنيا كلها وقفت قصادي. بتبص له فبتلاقيه بالشكل ده. بتزعق له فبيحس ماوي انها فعلا زعلانة. فبيقول لها انا زمان كنت ولا حاجة لحد لما جت بنت شجاعة ما تعرفش يعني ايه الخسارة، غيرتني للأحسن ورجعتني بطل من تاني. بيفضل يغني ويشجع فيها وبيعرفها انها تقدر تعمل اي حاجة، وهي الوحيدة اللي هتقدر تنقذ شعبهم وترجعهم تاني شعب واحد زي زمان. وبعد كلام وغنى كتير فعلا موانا بتتشجع من تاني. بتروح للطاقم بتاعها وبتقول لهم انا عارفة اني ورطتكم في حاجات كتيرة، بس احنا لازم نصلح المركب. بيوسعوا لها الطريق وفعلا بيكونوا صلحوا المركب. بيقولوا لها احنا خدنا شوية حاجات من مراكب اجدادنا علشان نصلح المركب. موانا بتفرح قوي وبتقول لهم احنا لازم نرجع شعبنا من تاني. فماوي بيقول لها الخطة كالآتي، انا هرفع الجزيرة من تحت المحيط وانتوا توصلوا لها في اسرع وقت. الكل بيستعد وفعلا بيركبوا المركب، وموانا بتمسك النجمة وبتفتكر اختها، وفعلا بيوصلوا للعاصفة. وطبعا مش محتاجة اقولك انها بتبقى مرعبة جدا. العاصفة بتعمل موجة كبيرة وماوي بيستعد علشان يطلع الجزيرة. بتقدر موانا تعدي من الموجة وبيفضل ماوي يهدف العاصفة، ولكن بترجع تزيد. فبتقول له موانا هو مش مهتم بيك انت، هو مش عاوز البشر يوصلوا للجزيرة. وبتقول لماوي روح انت ارفع الجزيرة وملكش دعوة بينا. فبيقول لها لا الموضوع صعب جدا عليكم. فبتقول له ما تخافش احنا قدها. وفعلا ماوي بيروح علشان يخرج الجزيرة، وواحدة من الطاقم بتكسر الشراع وبتفضل تعدل فيه لحد لما بتعمله زي الباراشوت كده، وبيقدروا يهربوا من العاصفة. بيدخل ماوي في نص العاصفة وبيلمح الجزيرة تحت المية. بيرمي الخطاف بتاعه وبيفضل يسحب فيها، وفعلا بيقدر يرفعها، ولكن بيجي برق من العاصفة وبيقطع الحبل، ولكن بينزل يجيبه وبيفضل يرفع في الجزيرة تاني. ساعتها بتيجي موجة كبيرة جدا وبتكون هتغرق موانا بالفريق بتاعها، ولكن بيطيروا بالمركب فوق الموجة وما بيحصل لهمش حاجة. هو بيكون ماوي لسه هيخرج الجزيرة، ولكن العاصفة كلها بتتلم عليه والبرق بيضرب في جسمه لدرجة ان الوشوم اللي عليه بتختفي. ما بيقدرش يستحمل كتير وبيقع هو والخطاف بتاعه في المحيط، والمركب بتقلب بموانا وفريقها، والنجمة اللي كانت مع موانا بتقع منها في المحيط. بتقول موانا انا ما ينفعش استسلم بعد ده كله. بتنط في المية وبتفضل تنزل. ساعتها الفريق بتاعها بيجيب ماوي من البحر، وبتفضل موانا تنزل في المحيط، وبيكون البرق هيخلص عليها، ولكن موانا بتلمس الجزيرة قبل ما البرق يوصل لها، ولان في بشري لمس الجزيرة العاصفة بتختفي وكل حاجة بترجع زي ما كانت. ماوي بيفوق وبينزل يدور على موانا، ولكن بيلاقيها بالشكل ده ومغمى عليها. المحيط بيعمل حواليهم دايرة علشان يعرفوا يتنفسوا. هو بيفضل ماوي يقول لها علشان خاطري ما تسيبنيش فوقي. موانا ما بتفوقش، فبيفضل ماوي يغني، فبيجي كل اجدادهم وبيفضلوا يغنوا معاه لحد لما موانا بيترسم على ايديها الشكل ده. وفعلا
وفعلا بتفوق وبتفرح جدا لان كل اجدادها حواليها، وبتستغرب اول لما بتشوف ماوي من غير وشوم، ولان اللعنه اتفكت المحيط بيرجع له الحياه من تاني. بيرجع لماوي الخطاف بتاعه، واول لما ماوي بيمسك الخطاف الوشوم بترجع له من تاني، والمحيط بيرجع لموانا المجداف بتاعها. جدتها بتودعها وبتسيبها وبتمشي. ماوي بيطلع وبيبدا يخرج الجزيره، وفعلا بيقدر يخرجها، وبترجع الروابط ما بين كل اهل المحيط، وموانا بيطلع لها وشم على ايديها زي ماوي. الفريق بتاعها بيكون في منتهى السعاده والمحيط بيحييهم. بتشوف موانا نقوش على ان في جزر كتيره حواليهم، والجزيره دي هي اللي بتجمعهم كلهم. ومره واحده بيسمعوا صوت جاي من بعيد، بيبصوا بيلاقوهم بشر، بيجري عليهم ولكن بيلاقوا مركب تاني جاي، وبتفضل المراكب تيجي من كل ناحيه، وموانا بتكون في منتهى الفرحه. بيروح ماوي لجزيره موانا والكل بيبقى مبهور لانهم فاكرينه اختفى. اخت موانا بتقول له خلي بالك بعد كده. امال موانا فين؟ بيقول لها بص كده، فبتشوف المركب بتاعها جاي من بعيد، بتفرح جدا وبتجري عليها وبتفضل تحضن فيها. عيلتها بتيجي وبتشاور لهم موانا على المراكب اللي جايه، وبيرجع شعبهم يتجمع من تاني. وبالنسبه لجوز الهند اخيرا بيرجعوا للجزيره بتاعتهم. وللاسف لحد هنا بينتهي الفيلم. فما تنساش تكتب لي في كومنت ايه رايك في الملخص، وما تنساش تشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد.